الزمالك جايب شبيه رافينيا ولياو وعايز ياخد الدوري. الحارس ده محدش اتكلم عنه رغم انه موهبه صاعده وبقوه. المصري البورسعيدي مش سايب حد في حاله، عمال بيقابل وبيقعد. اسبوع برازيلي نخلص من ايفرتون يطلع لنا الفينا. فوقتنا اللي فاتت دي. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. حلقه جديده من 5 محلي عشان نلخص اهم احداث الجوله الثالثه من الدوري المصري. معاك احمد حسن ويلا بينا نحلي. الزمالك رافع شعار حابب تجرب قرب، ترسانة اسلحه هجوميه فتاكه، واهم حاجه ان كلها مهاريه. فعلا عاوز تقول على الزمالك مدرسة الفن والهندسة، لانه هيمتعك وانت بتتفرج عليه. انا بصراحة عن نفسي بستمتع. عد معايا يا عم الحاج: خوان الفينا، شيكو بنزا، احمد حمدي، ناصر ماهر، وغيرهم من لعيبه كتير موجوده الموسم ده تحديدا في نادي الزمالك. انت بتستمتع وهتستمتع اكتر. عايز تستمتع الموسم ده اتفرج على الزمالك، هيبقى موسم كله متعه ومهارات وسكيلز وحاجات كتير من اللي قلبك بيحبها. في مثل مشهور كلنا عارفينه بيقول ايه: انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. الفينا وشيكو بنزا ثنائيه هنشوفها كتير في الدوري المصري. الميكس ده اللي الناس بتدور عليه لحد النهارده ومش لاقياه. الثنائيه اللي تشبهك بكريستيانو ومارسيلو، علي معلول ورمضان صبحي. الناس بتحب تشوف الدويتو ده، الدويتو اللي انت بتستنى الماتش علشان تتفرج عليه عشان هيمتعك. لعبهم مع بعض وهم فاهمين دماغ بعض. حتى شفنا الاحتفال بعد ما الفينا عمل اسيست لشيكو بنزا، وبغض النظر عن ابو جبل وجول دخل ازاي، ولكن شفت الرقصه، شفت الحركات، شفت التريكات. الجمهور بيحب ده. خلي بالك كرة القدم مش معمولة عشان تيكي تاكا ونفضل نباصي 30 كورة لحد ما ندخل الكورة الشبكة ونفضل جوه ال 18 بنباصي لبعض. لا، الكورة في الأساس لعبة ترفيهية بتمتعك. كلنا كده شاكب راكب على بعض بنتفرج على المباراة عشان نستمتع. ترقيصة حلوة، جون مهاري، لعيب ياخد التاني في التالت في الرابع يحطها في ال90 في البعيدة. هو ده اللي احنا بنستناه. علشان كده نسيب الثنائيه الجامده دي اللي هتبقى ثنائيه مهلبيه ونروح لاخوان الفينا البرازيلي الوافد الجديد. احمد السيد زيزو قال لك هيتاقلم بسرعه البرق مع النادي الاهلي. الراجل هيبدا من حيث انتهى الاخرون، هو ابن النادي وهيتعلم من تجارب اللي قبله. اما ده بقى ايه؟ اما ده هيتاقلم بسرعه. اما الفينا ده يا جماعه ايه؟ ده زملكاوي. ده انا اراهن ان الراجل ده في البرازيل كان بيهرب من المدرسه عشان يروح يتفرج على الزمالك وشيكابالا. ده مستحيل يكون برازيلي. ده في اول لقطه يقول لك هي وهو، وعارف ان الناس بتحب الايه ايه ده، وفي تاني لقطه وسجل هدف وجري على الثالثه يمين وقلع التيشيرت ويلا ايه او ايه. الراجل ده مفحوط. الراجل ده زملكاوي، ده كان بيشجع الزمالك. لعيب مهاري، وفي ميزه مش موجوده في الدوري المصري كله، والميزه دي كمان احنا ما شفناهاش بقالنا يجي 10 سنين. طب وايه هي يا احمد الميزه دي؟ هقول لك. نادرا لما تلاقي لعيب في الدوري المصري بياخد الكوره ووشه على الجون. شبعنا وزهقنا من الونجات اللي تاخد الكوره وهي رايحه على الجون تقوم قطمه لجوه وتعمل عرضيه، او يقطم ويرجع لورا. بقالنا كتير ما شفناش لاعب هجومي مهاري سافل بلغه الكوره ياخد الكوره واحد على واحد هيرقصك. هتضرب هنضرب، هتولع هنولع. هو عارف بيعمل ايه. رمضان صبحي مع النادي الاهلي 2018، كينو مع بيراميدز. اللعيبه دي اللي كانت واحد على واحد هيقعدك، هيعدي منك ويعمل اسيست، هيرقص واحد والتاني وهيحطها في البعيده. بقالنا كتير جدا ما شفناش الوينجات دي، وكنا بنعاني يا جماعه. هي الوينجات حصل فيها ايه؟ هو ليه كل اللعيبه مش وشها على المرمى؟ ليه كل اللعيبه مش عايزه تروح على الجون؟ ليه اللعيبه بقت خايفه ان هي تروح واحد على واحد وتعدي؟ النهارده جايلك لعيب عنده ميزه مش موجوده في الدوري المصري كله، ان هو لعيب بلغه الكوره سافل، لعيب عارف بيعمل ايه. عشان نقفل ملف الزمالك ونخش على الملف اللي بعده في الجوله الثالثه، اخر نقطه كانت مضايقاني جدا وزعلان منها. في الجوله الثانيه الماتش اللي الزمالك اتعادل فيه حصل حاجه بتدل على ان الكلام اللي هقوله ده صح، واتكررت تاني في اخر ماتش في الجوله الثالثه. طب ايه هي الحاجه يا عم احمد اللي مزعلك مننا قوي كده؟ هقول لك. في مشكله عندنا موجوده في ناس كتير جدا من الشعب ده، وهي انه حافظ مش فاهم. مش بنجرح، ولكن ده وصف لحاجه انا هشرحها لك. مشكلتنا لما بنلاقي حاجه ناجحه معانا بنمسكها نحلبها لحد ما نجيب اجلها واخرها وما نبتكرش، نفضل نعيد ونزيد فيها. ما عندناش فكره التوازن او الاعتدال. طب ايه اللي حصل يا ابني لكل ده؟ هقول لك برضه. محمد شحاته الماتش الاولاني
جاب جون حلو جدا من نص الملعب. فجه الماتش التاني فضل كل كوره عايز يشوطها بالعافيه ويدخلها جون. يا ابني مش بالعافيه، لا والله لا شوط. يا ابني الكوره بتروح في مدرجات، لا هيشوط. يا ابني ما خلاص بقى واصل زمايلك، لا والله. عشان تتكرر او يتكرر نفس المشهد في الماتش التالت. اتكرر فين بقى؟ احكي لنا، انت زهقتنا يا عم، اتقل عليا عشان تاخد حاجه نظيفه. يجي الماتش الثالث، خوان الفينا الجون جه بدري، فطبعا الراجل عمل ترقصتين من اللي قلبك يحبهم واللي الجمهور بيسقف لهم ويلا بينا والتيت والشريط والدنيا زيطه وزنبليطه. ماشي، حلو قوي الكلام ده. فتيجي بعدها الشوط الاول كله لحد ما خلص اللعيبه كلها عايزه تبصيله بالعافيه. طب ما ده شيء كويس، ياخد الكره يحل. لا، انا هنا كصانع العاب او لعيب بلعب في الملعب لازم يكون عندي توازن وحكمه، امتى اديلك امتى ما اديلكش، امتى اوصيلك امتى ما اوصيلكش. ما ينفعش كل كوره ادبسك فيها. فتكررت كور كتير جدا من بعد الهدف تحس ان اللعيب كان بيدبس فيها وبيقع، هو مش عارف يعمل ايه، مش عارف يروح فين، لانك مش بتديها له الصح، مش بتديها له في رجله، انت بتلمحه بتديها له، خد هو ده اللي هيتصرف. وده غلط جدا ومش صح. نروح من برازيلي لبرازيلي ونخرج من ملف الزمالك لملف بيراميدز والمصري البورسعيدي. نخلص من الفينا هيطلع لنا ايفرتون. احسن جول جه لحد هذه اللحظه في الدوري من وجهه نظري هو جون ايفرتون البرازيلي اللي بيلعب مع بيراميدز، اللي في اول ماتشين لقى انتقادات كبيره جدا، ده برازيلي كسر. انا مش عارف ايه حوار اللعيبه البرازيليه، شغاله مع بيراميدز وشغاله هو مع الزمالك، لكن مع الاهلي باين عليه من لمساته انه ما بيفكرش مرتين ومش عارف ايه. ليه؟ مش عارف، في حاجه غريبه في النادي الاهلي والله العظيم. برازيلي برضه، واحد واثنين اما قعد العراقي قام حطها ار 2 الراجل في البعيده وعلى الارض، وحاجه في منتهى السلاسه والجمال والشياكه. الماتش ده كان جامد جدا لدرجه تخليك تحس ان المصري البورسعيدي هياخد الدوري المحلي السنه دي. طب ده كلام كبير جدا، مش عايزين حاجات تجيب ترندات، احنا بتوع المصداقيه والموضوعيه. وانا قاعد بتفرج ورانك على اللي انت عاوزه، انك وانت كمان لما كنت بتتفرج على ماتش بيراميدز والمصري البورسعيدي انت كنت متاكد ان المصري هيرجع، ومتاكد انه هيجيب جون، ومتاكد انه هيكسب. ليه ما تعرفش؟ هي بتبقى حاجات الهيه كده وبتبان بالخبره كده بنعرفها. زي الكوره اللي بتيجي في العارضه، الباص شوط اللي بيتحط في السماء، تقول بس الماتش ده مش بتاعنا. نفس الكلام. فتلاقي ان المصري عمل جيم كبير جدا رغم انه كان متاخر بالاهداف في اوقات كتير، وهو اللي كان بيتعادل ومضيع ضربه جزاء. في رساله منه شديده اللهجه ان هو مش جاي يهزر الموسم ده، هو جاي ينافس على الاقل الجولدن فور، المربع الذهبي يا برنس، الاربعه الاوائل. المصري كمان بيقدم اداء حلو جدا يخليك تشيد بلاعب فيه، مش هقول لك عمر الساعي، لكن عبد الرحيم دغموم. عبد الرحيم دغموم اللي مساهم باربع اهداف في 3 مباريات في الدوري. ومش بالارقام، في لعيبه لما تبص لها في الملعب تفرح وتستمتع وتتبسط، ولان دوره في الملعب اكبر من انه بيعمل شويه ارقام ويجيب شويه اجوان او يعمل اسيست. انا من وجهه نظري المصري البورسعيدي بيقدم سمسميه، السمسميات دي او السيمفونيات دي المسؤول عنها المايسترو عبد الرحيم دغموم، والكلام ده من موسم فات وقبله. والراجل ده انا قايل عليه الحلقه اللي فاتت انه افضل لاعب في الدوري المصري. يجي بعد كده عمر الساعي اللي كان خارج نطاق الخدمه في النادي الاهلي لانه اتظلم، ما اتكلمش كتير، ما خدش حقه نهائي، والراجل اتهموه اتهام شنيع انه واحد وبدني واثنين وايه الكرش ده ومش عارف ايه، والراجل ساكت ما بيتكلمش عشان يجي القدر ينصفه ويروح المصري، والراجل بينزل كبديل بقاله 3 ماتشات ويسجل هدفين ودايما مؤثر، وهو اللي بيرجع المصري للصوره. ولما اتسال في احد اللقاءات قال لك هو انت لسه شفته حاجه؟ يعني لسه عنده، وبيعمل واحد احتفال شقلباص كده بيخليك الراجل ده جاي يعمل روح. الفرقه فيها روح حلوه جدا، فيها لعيبه كويسه، الجمهور فارق جدا وبيقدموا اداء كويس. من وجهه نظري الفرقه دي هتنافس، يعني هتنافس الموسم ده. الاسماعيلي اللي في اسماعيليه هيقابل الاتحاد اللي من اسكندريه، فتقوم حضرتك جايبهم يلعبوا فين؟ في القاهره في مدينه السلام. هو ده اسمه كلام؟ ما ينفعش، وايا كانت الاسباب انا معترض ومش موافق، لانك فقدت قيمه المباراه. الجمهور بيبقى ليه عامل كبير جدا، ومش الجماهير كلها بتقدر تسافر وبتفقد تاثيرها. ماتش زي ده بالرغم ان الفرقتين بيعانوا الا ان برضه بيبقى ديربي ويبقى ليه روح، لان الفرق الجماهيريه هيفضل ليها مكان وليها جودة وليها إنتاج وليها تأثير. فعلامات استفهام كتير وأسئلة أكتر هنتكلم عنها في الملف ده. في الدقيقة 48 و20 ثانية لاعب الاتحاد فان ديريك يقرر إنه يرفع رجله من على الأرض ويضرب صاروخ أرض جو على مرمى
نادي الاسماعيلي، عشان حارس مرمى الاسماعيلي يبدا يبص للكوره ويستغرب جدا والكوره جايه من بعيد وخارج حدود ال 18 وهوب يعمل تراي ويصد الكوره بشكل مميز جدا، نديله 10 من 10. لحد هنا الكلام عادي جدا، ولكن اللي مش عادي لما تراجع نفسك وتبص على الحارس ده اللي اسمه عبد الله وتلاقي سنه عنده 22 سنه. انت دفعتي يا ابني، ويعمل تراي بالشكل ده. وعلى فكره اللاعب ده رغم ان اتحسب كور كتير جدا تسلل، كان هيبقى محسوب له تراي كتير او تصديات كتير جدا اكتر من كده كمان في الماتش، لانه شال كور كتير جدا جدا بس اتحسبت اوفسايد فما اتحسبتلوش. فتيجي تبص على اللعيب ده تلاقي ان هو فعلا سنه وشكله صغير لكن شخصيه قويه. وبالرغم يا عبد الله من الطرد اللي انت خدته ونرفزتك في الملعب والخساره اللي انت خسرتها ودخل فيك جون، بس انا بحييك وبشيد بادائك. تعالى يا ابني، احنا البرنامج بتاعنا بتاع الغلابه، البرنامج بتاعنا بتاع اللي يستحق. احنا بنشوف حاجه حلوه بنقول ان هي حلوه، فانا بحييك وهديك نصيحه. انت سنك لسه صغير، 22 سنه بالنسبه لحارس مرمى زيها بالظبط زي لامين يامال مع برشلونه. انك تكون عندك 22 سنه وبتلعب في نادي زي الاسماعيلي في الفتره دي هو غير مستقر تماما، وتقوم بالاداء ده وبتصد التصديات دي، ده معناه انك حارس كبير جدا. فلما تبص لارقامه تلاقيه ان هو لعب 3 مباريات عامل 9 تصديات وخارج بكلين شيت. في السن ده مع الفرقه دي بالدفاع ده هو لعيب كبير جدا وحارس مرمى كبير جدا. شوف يا ابني، هديك نصيحه انك لازم تحترف وتاخد الاسماعيلي خطوه. القدر خدمك، ربنا اداك فرصه انك تتحط في تجربه زي دي عشان ظروف الفرقه، فاستغلها وامسكها صح. شوف الشناوي بيلعب وهو عنده كام سنه، الحضري اعتزل وهو عنده كام سنه، فحارس المرمى اصلا بيبدا في الثلاثينات وال27 وانت طالع، فانت معاك 5 سنين. كبيرك يا ابني الموسم ده، تالق واستمر على اللي انت فيه وبلاش نرفزه وخناق مع الحكام، ركز بس في نفسك. واوعدك وتوعدني ان انت لازم تحترف واكون اول واحد يعمل معاك لقاء، عشان انا مصدق فيك وعارف انك هتعمل شغل عالي جدا جدا وتبقى مستقبل الحراسه في مصر، لانك عندك البذره اللي تخليك حارس مرمى درجه اولى. ويلا يا ابني نخش في حلي مع المحلي. اجمل هدف بيروح لايفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز اللي جاب جون قدام المصري لما عدى من 1 و2 وقعد الثالث وحطها ار2 في البعيده. اجمل لقطه وعجبتني جدا بتروح لاخوان الفينا اللي جري على طول بعد الهدف ناحيه الثالثه يمين وقعد يرقص ويترقص ويشجع مع جمهور الزمالك. الراجل ده من حواري الثالثه يمين. اغرب لقطه بتروح للمره الثانيه على التوالي بتتكرر في الدوري المصري، وهي غياب اللوحات الاعلانيه من مباراه بيلعب فيها مودرن سبورت. لو لاحظت هتلاقي ان اللقطه دي اتكررت في ماتش الاهلي مع مودرن سبورت برضو الاولاني. اما بالنسبه لاجمل اسيست، انا كنت متردد جدا ما بين اسيست عبد الله السعيد لالفينا وقطه لفيستون مايلي، ولكن انا هختار اسيست قطه. اما احلى واجمل مذيع بتروح لاحمد حسن، وطبعا دي مش محتاجه كلام. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده. خليك فاكر ان الكوره هي رياضه ترفيهيه المفروض تستمتع بيها، ما تكونش سبب للضغط والمشاكل. اشوفك في الحلقه الجايه من 5 محلي عشان نحلي اهم واحداث الجوله الجايه من الدوري المصري. سلام.